بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مساكم طلاب، كيفكم؟ اليوم درسنا هو الممنوع من الصرف لطلاب الصف التاسع المنهاج السوري. بداية فضلا وليس أمرا حبايب قلبي، بس اشتراك بالقناة ولايك للفيديو حتى يوصل لأكبر عدد من الطلاب. الممنوع من الصرف: أولا، هو اسم لا ينون، وعلامة جره هي الفتحة نيابة عن الكسرة، ويمنع الاسم من الصرف إذا كان أولا اسم علم، 2 اسم غير علم، ثالثا الصفة. استخرج الاسم الممنوع من الصرف: مررت بشعراء يتفننون بإلقاء قصائد جميلة أعجب بها صديقي إبراهيم. الممنوع من الصرف في هذه الجملة كلمة شعراء، قصائد، وإبراهيم. أولا، يمنع اسم العلم من الصرف إذا كان مؤنثا تأنيثا حقيقيا أو لفظيا أو معنويا. إذن قلنا أن الاسم الممنوع من الصرف هو يندرج تحت 3 أقسام: اسم العلم، اسم غير علم، الصفة. أولا رح نشرح اسم العلم متى يمنع من الصرف: إذا كان مؤنثا تأنيثا حقيقيا أو لفظيا أو معنويا. مؤنثا تأنيثا حقيقيا أي كلمة مؤنثة حقيقية، هو ما كان علما مؤنثا وانتهى بطاء مربوطة، مثال فاطمة، عائشة، خديجة. كل هذه الكلمات مؤنثا تأنيثا حقيقيا لأنها أسماء إناث وانتهت بطاء مربوطة. ثانيا، مؤنثا تأنيثا لفظيا، وهو ما أطلق على غير العلم المؤنث وانتهى بطاء مربوطة، مثال كتيبة، معاوية، حمزة، طلحة. نلاحظ أن هذه الأسماء قد انتهت بتاء مربوطة وهي علامة التأنيث، لكنها في الحقيقة هي أسماء ذكور، لذلك نقول أن هذه الأسماء مؤنثا تأنيثا لفظيا، أسماء مؤنثة تأنيثا لفظيا. ثالثا، اسم العلم يمنع من الصرف إذا كان مؤنثا تأنيثا معنويا، وهو ما أطلق على علم مؤنث من دون علامة التأنيث، مثال سعاد، زينب، كوثر، مريم. هذه الأسماء هي أسماء إناث لكنها لم تنتهي بعلامة التأنيث، لذلك قلنا عنها أنها مؤنثة تأنيثا معنويا في المعنى. ثانيا، يمنع اسم العلم من الصرف إذا كان على وزن الفعل، أي يجوز استخدامه كفعل، مثل أحمد الله على التفوق، أو كاسم، مثال اسم أحمد أخي. فاسم أحمد هنا يستخدم كفعل ويستخدم كاسم، لذلك هو اسم علم على وزن الفعل فهو يمنع من الصرف. كذلك أشرف، يزيد، تغلب. ثالثا، يمنع اسم العلم من الصرف إذا كان منتهيا بألف ونون زائدتين، مثال عثمان، عفان، مروان، عمران. رابعا، يمنع اسم العلم من الصرف إذا كان مركبا تركيبا مزجيا مثل بورسعيد، بعلبك، حضرموت، نيويورك. خامسا، اسم العلم على وزن فعل، مثال عمر، زحل، هبل، جحا، مضر. كل هذه الأسماء هي على وزن فعل، لذلك تمنع من الصرف. سادسا، يمنع اسم العلم من الصرف الأعجمي إذا كان أعجميا، أي الاسم الذي ليس عربيا الزائد على 3 أحرف، مثال إبراهيم، إسحاق، إسماعيل، يعقوب، مايكل، لندن، فلسطين، إسرائيل، أكتوبر، نوفمبر. كل هذه الأسماء ممنوعة من الصرف لأنها اسم علم أعجمي. إذا كان اسم العلم الأعجمي ثلاثيا ساكن الوسط يجب صرفه، مثال نوح، هود، لوط. أي إذا كان اسم العلم الأعجمي ثلاثيا ساكن الوسط يجب أن نصرفه، هنا لا يمنع من الصرف. وملاحظة: كل أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف لأنها أعجمي ما عدا 6 أسماء، هنا نحفظها بصم: محمد، صالح، شعيب، هود، نوح، لوط. هذه الأسماء هي أسماء أنبياء الوحيدة التي تصرف، وباقي الأسماء هي ممنوعة من الصرف لأنها أسماء علم أعجمي. التطبيق: اذكر سبب منع أسماء العلم الآتية من الصرف. مضر يمنع من الصرف لأنه على وزن فعل،
عمران منع من الصرف لأنه مزيد بألف ونون زائدتين. تغلب منع من الصرف لأنه على وزن الفعل. بعلبك منع من الصرف لأنه اسم علم مركب تركيبا مزجيا. خديجة منع من الصرف لأنه اسم علم مؤنث تأنيثا حقيقيا. مصر منع من الصرف لأنه اسم علم أعجمي. الآن الصفة تمنع من الصرف الصفة إذا كانت أولا صفة على وزن أفعل مؤنثها فعلاء، دلت هنا على لون أو عيب أو حلية، مثال أسود، أبيض، ألطف، أحمر، أجمل، أجل. كل هذه الأسماء هي صفة على وزن أفعل مؤنثها فعلاء، لذلك تمنع من الصرف. ثانيا الصفة على وزن فعلان مؤنثها فعلة، مثال عطشان مؤنثها عطشة، غضبان مؤنثها غضبة. فسبب المنع من الصرف هنا لأنها صفة على وزن فعلان مؤنثها فعلة. وأيضا ثالثا الصفة على وزن فعل وليس لها إلا كلمة واحدة وهي أخر. هنا لدينا تطبيق. استخرج الاسم الممنوع من الصرف فيما يأتي. قال ابن الرومي يصف الكلأ في الربيع: كساه من النوار أبيض ناصع، وأحمر منوان، وأصفر وارث. الأسماء الممنوعة من الصرف هنا لدينا أبيض، أحمر، أصفر. منعت من الصرف لأنها صفة. نلاحظ أن هذه الأسماء هي صفة على وزن أفعال مؤنثها فعلاء، دلت على لون. ثالثا يمنع من الصرف اسم غير العلم. الاسم غير العلم وهي صيغ منتهى الجموع. أولا صيغ منتهى الجموع يمنع الاسم غير العلم من الصرف إذا كان جمعا على وزن مفاعل أو مفاعيل أو فعائل أو ما يشبه هذا الجمع، وتسمى هذه الصيغ صيغ منتهى الجموع، وهي كل جمع تكسير ثالثه ألف زائدة بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ياء ساكنة. مثال مساجد، نلاحظ مساجد جمع تكسير على وزن مفاعل، فمنع من الصرف لأنه من صيغ منتهى الجموع، يندرج تحت اسم غير العلم. اسم غير علم من صيغ منتهى الجموع على وزن مفاعل. أيضا ستائر على وزن فعائل، مدارس على وزن مفاعل، معالم، عصافير، تماثيل، مفاتيح، كلها على وزن مفاعيل. إذا كان أوسطها متحركا لا تمنع من الصرف، مثل تلامذة، جهابذة، فأوسطها متحرك. هنا بعد الألف الثالثة جمع تكسير، بعد الألف الثالثة ثلاثة حروف، لكن هذه الثلاثة حروف أوسطها ليس ساكن، فلهذا لا نستطيع أن نمنعها من الصرف لأنها جمع تكسير لكن بعدها ثلاثة حروف أوسطها متحرك، فهنا تصرف. الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة أيضا يندرج تحت الاسم غير العلم. القسم الثاني من الأقسام اسم غير العلم: أولا صيغ منتهى الجموع. ثانيا الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة. الاسم المقصور هو اسم آخره ألف مفتوح ما قبلها، مثال ذكرى، بردة، دعوة، جرحى، عظمة، كبرى، دنيا، أعلية. كل هذه انتهت بألف التأنيث المقصورة. أما الاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة وهو اسم آخره ألف وهمزة زائدتان بعد ثلاث أحرف، مثال فقراء، صحراء، كرماء، سعداء. إن كانت الهمزة أصلية أو منقلبة عن أصل صرفت الكلمة، مثال داء، بناء. الآن نصل إلى إعراب الاسم الممنوع من الصرف. إذا كان الاسم الممنوع من الصرف معرفا بأل أو معرفا بالإضافة إلى معرفة إلى كلمة معرفة بعده، فهنا يرفع الممنوع من الصرف بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة كأي اسم عادي. صليت بالمساجد الأثرية. نلاحظ أن المساجد هنا ممنوعة من الصرف لأنه على وزن مفاعل، اسم غير علم من صيغ منتهى الجموع، لكن بالجر حركت بالكسرة. لماذا؟ لأنها معرفة بأل، فهنا صرفت ولم تمنع من الصرف لأنها معرفة بأل. في الجملة الثانية صليت بمساجدي اللاذقية الأثرية، كلمة مساجد هنا معرفة بالإضافة لذلك صرفت ولم تمنع من الصرف. ثانيا إذا لم يكن معرفا بأل الاسم الممنوع من الصرف معرفا بأل أو بالإضافة فيرفع بالضمة، ينصب بالفتحة، يجر بالفتحة أيضا نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. مثال صليت بمساجد أثرية. كلمة مساجد هنا ممنوعة من الصرف لأنها اسم غير علم من صيغ منتهى الجموع على وزن مفاعل،
نلاحظ أن الكلمة نكرة لم تعرف بال ولم تعرف بالإضافة، لذلك منعت من الصرف، وعلامة منعها الفتحة نيابة عن الكسرة. فنقول في إعرابها مساجد، الباء حرف جر، مساجد اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. سبب المنع لأنه اسم غير علام من صيغ منتهى الجموع على وزن مفاعل. استخرج الاسم الممنوع من الصرف مما يأتي ثم أعربه. مررت بمكاتب متميزة بترتيبها. مكاتب اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. سبب المنع لأنه على وزن مفاعل من صيغ منتهى الجموع اسم غير علم. التطبيق: اضبط ما تحته خط بما يأتي. قال محمود سامي البارودي في محبوبته: روعاء تفزع من عصافير الضحى ترفا وتجزع من صياح الهدهد. عصافير ممنوع من الصرف لأنه على وزن مفاعيل، لكن هنا نضع الجر. لماذا نضع تنوين الجر أو الكسرة؟ لأن هنا معرف بالإضافة، فهنا لم يمنع من الصرف. إذن صرفت لأنها معرفة بالإضافة فنضع عليها الكسرة. قال ابن بنانا السعدي في الحكمة: حسن التأني مفاتيح الغنى، وعلى قدر المطالب تلقى شدة التعب. المطالب هنا الممنوع هنا كلمة على وزن مفاعل من صيغ منتهى الجموع، لكن هنا أتت معرفة بال، لذلك لا تمنع من الصرف ونشكلها أو نضبطها بالكسرة لأنها معرفة بالال. التقويم النهائي: قال نزار قباني مخاطبا دمشق: مزقي يا دمشق خارطة الذل وقولي للدهر كن فيكن. الممنوع من الصرف هنا دمشق، نوعه اسم علم. سبب المنع من الصرف لأنه اسم علم أعجمي. قال ابن عزيز العجلي مفتخرا: وأيامنا في قراع الكمات وفك العنات مشاهير غر. ممنوع من الصرف هنا كلمة مشاهير، نوعه اسم غير علم. سبب المنع لأنه من صيغ منتهى الجموع على وزن مفاعيل. قال علي الجارم متغنيا بمجد العرب: كانوا أساتذة الآفاق كم نهلت من فيضهم ظمأ وبلدان. ممنوع من الصرف ظمأ، نوعه هنا صفة. سبب المنع من الصرف لأنه على وزن فعلى، المذكر منها هنا فعلان، ظمآن مؤنثها الظمأ. قال ابن زيدون مادحا: فعد بيد بيضاء يصدع صدقها فإن أراجيف العداة عزاب. ممنوع من الصرف هنا بيضاء، نوعه صفة. سبب المنع لأنها على وزن فعلاء، المذكر منها أفعل أي أبيض. ممنوع من الصرف أيضا لدينا أراجيف، نوعه اسم غير علم. سبب المنع لأنه من صيغ منتهى الجموع. اجعل الاسم الممنوع من الصرف مجرورا بالكسرة وأجر التغيير المناسب فيما يأتي. لحظة الله. اجعل اسم الممنوع من الصرف مجرورا بالكسرة وأجر التغيير المناسب فيما يأتي. أنيرت ساحة الحي بمصابيح كثيرة. مصابيحنا ممنوع من الصرف في هذه الجملة لأنه على وزن مفاعل من صيغ منتهى الجموع وأتى نكرة. أما إذا أردنا أن نجعله مجرورا بالكسرة فنضع مصابيح العيد بمصابيح العيد أو بالمصابيح الكثيرة. في الجملة الأولى بمصابيح العيد معرفة بالإضافة لذلك جرت بالكسرة، في الجملة الثانية معرفة بال لذلك جرت أيضا بالكسرة. أعجبت بورد أحمر، أقول أعجبت بورد أحمر اللون أو بالورد الأحمر. كتبت موضوعا عن مشاهير في العلوم المختلفة. مشاهير ممنوعة من الصرف في هذه الجملة لأنها على وزن مفاعل. إذا أردت لها أن تصرف أقول كتبت موضوعا عن المشاهير أو عن مشاهير العربي. اشرح البيت الآتي ثم اعرب ما تحته خط. قال إبراهيم اليازجي: سقى الله أرض حمص وحيت نفحات الرضا خصيب ثراها. الشرح: أدعو الله أن ينزل الغيث على أرض حمص وبورك ترابها الندي الطاهر بفضائل الرضا والقبول. الإعراب: حمص مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لأنه اسم علام.
أعجمي لأنه مؤنث تأنيث حقيقي. نعم عفوا مؤنث تأنيث. نفحات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. خصيبة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. شكرا طلاب.